السلام عليكم لكل متابعين قناتي أعمال يدوية وأفكار حلوة كتير. يا رب دايما تبقوا بخير. بتاعي زي كل مرة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. منساش أشكر متابعيني الكرام اللي دايما بيدعموني وعلى الكلام المحترم اللي بيكون في التعليقات تحت الفيديو. شكرا ليكم. النهارده انا جايبه لكم معايا كام فكره كده ظريفه وسهله وبسيطه وكتير قوي هيحبوها البنات. انا عملت الشكل المنظم ده كده تحطي فيه اي حاجه هوريكم ازاي. وعملت الخاتم ده برضو بطريقه جديده. ودي برضو الشكل بتاعه التاني ده ممكن يتحط بروش او يتحط على زي الخاتم كده بالظبط. او تتعمل منها سلسله بالشكل ده. تمام. او يتعمل بالشكل ده. فيديو سهل ان شاء الله وهيكون بسيط عليكم. اتمنى الناس الجديده اللي اول مره تزور قناتي تعمل اشتراك على القناه وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. ويلا بقى نتابع الفيديو. شكرا ليكم. قبل ما ابدا الفيديو يلا لايك وشير للفيديو، ويلا الناس الجديده اللي اول مره تزور القناه تعمل اشتراك على القناه وسبسكرايب بسرعه. الفيديو بتاعنا النهارده بسيط خالص. اول حاجه انا هبدا بيها الاجزاء الاسطمبات السيليكون دي طبعا اكيد موجوده في بيوتنا. كتير منها اللي هي اسطمبات طبعا تبع الحراره، يعني ممكن تدخل الفرن. انا هبدا اجيب الاسطمبات دي بالاشكال اللي عندي المتاحه، وهبدا اجيب معايا اي اشكال من الخرزات الموجوده. انا جبت الاشكال الموجوده دي شكل نجمه مثلا، او شكل او اي كريستالات مثلا، اي حاجه اي نوع من انواع اللولي مثلا او كده. هبدا اجيب الاشكال ديت وابدا احطها في قلب الاسطمبات دي، وهبدأ اعملها بأي طرق عشوائية. يعني انا مش بحدد نظام معين اشتغل عليه، انا بحطها بس على حسب ما انا عايزة بقى، او على حسب الالوان والاشكال المتاحة ليا. زي ما انتم شايفين كده انا هبدأ اوزعها بطريقة آم، يعتبر متساوية شوية على على الشكل اللي عندي. طبعا في الاخر انا حطيت كتير، وفي الاخر الزيادة هيطلع، يعني الزيادة هيتبقى مش هيتبقى عندي موجود، مش هحتاجه، هيتبقى عندي في قلب السيليكون نفسه اما اجي اطلعه. بعد كده هجيب السيليكون بتاعي وهبدأ احط بقى هملاها سيليكون بقى، بحيث ان السيليكون يعني ايه يعمل تماسك شوية في قلب الشكل. طبعا التوزيعة دي بقى ترجع لي هي ولونها، يعني انا وذوقي بقى في اختيار الالوان او المتاح، زي ما انا بقول دايما المتاح عندك، مش شرط يكون ده اللي موجود يعني. هبدأ اخد برضو شكل تاني موجود اللي هو شكل النجوم اللي انا وريته لكم. هبدأ احطه برضو واعمله بطريقة، يعني هي في كل الاحوال الزيادة هي هتطلع، يعني الزيادة مش هتبقى يعني مش هتضايقني، يعني لو عشان انا اقول مثلا مش عارفة انظمها او ارتبها، لا عادي. هبدأ احط السيليكون زي ما انتوا شايفين كده، و يعني اخد بالي، بس اخد بالي اهم حاجة علشان ممكن يبقى طري. ده انا هعمل فيه خاتم، هجيب خاتم عندي يكون قديم، وبدأت ان انا حطيته وهو سخن شوية في السيليكون علشان يبقى ايه، يبقى يعني ما يحتاجش ان انا اعمل له اضافات تانية، لزق تاني او حاجة. ديت على فكرة يعني وردات انا كنت شاريها قبل كده معاكم، اكيد شفتوها. ودي بلاستيك، يعني وردات بلاستيك مش معدن. اول لما دي الميزة بقى، يعني انا حطيتها، حاولت احطها طبعا كويس قوي وفي قلب الاسطمبة. بس دي ميزتها لما انا احط عليها الشمع هتاخد وضع الاسطمبة، لان هي هتسيح. يعني او انا مثلا لو عندي اي وردة بلاستيك في البيت اي حاجة ممكن اجيبها احطها، يعني تاخد الشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هسيبها شوية على ما تنشف بقى، وهجيب الاسطمبة ديت. ده حرف من الحروف مثلا بتاعتي، فانا هقوم جايباها ديت الفوم دي انا كنت جايبة منها علبة كده، آم، يعني جاهزة. لو انا مش عندي الحاجات الفوم الجاهز، انا هبدأ اجيب الشكل ده من على الكمبيوتر او من على الموبايل واطبعه واحطه واقصه بالفوم، وابدأ انفذ نفس الفكرة دي كده. بس ده فوم مضغوط يعني تخين شوية، مش الفوم الرفيع. لو انا عايزاه بنفس السمك كده ممكن احط 2 او 3 فوق بعض كده من الفوم. وجبت شكل شريط استراس كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ احدد بيه الشكل بتاعي بحيث تدي يعني يبين لي ان هي شكل سلسلة مثلا، او لو انا عايزة احطها في ميدالية احطها. عندي اختيارات عديدة جدا ممكن استخدمها زي ما انا عايزة. هبدأ بقى على الحدود بتاعة الشكل، هبدأ احطها، هيبقى هتدي شكل ظريف يعني زي ما انتم شايفين كده.
طبعا لايك واحنا شغالين يا جماعة، بسرعة بسرعة عشان ده بيدعم الفيديو. طبعا تعليق عشان التحفيز. بعد كده بقى طبعا انتوا لو عايزين تتعرفوا على على الاساسيات بتاعه الاكسسوارات، في قناة الاكسسوار بتكون موجود اللينك بتاعها في اول تعليق. واكيد ان شاء الله بعد الفيديو ده هنزل فيديو برضو فيه الحاجات دي مفصلة باذن الله. وشكل اشكال تانية كمان، يعني انا هنزل ازاي تحطي الصورة بتاعتك او بتاعة اولادك او اخواتك على على يعني سلسلة تتعلق في سلسلة بشكلها بسيط وسهلة خالص ان شاء الله. بصوا بقى، انا هعمل المنظم ده بطريقة سهلة خالص. انا هجيب اي اسطمبة عندي بقى، كوباية، برطمان، حتى لو طبق كمان، اي حاجة، كاسة، ماشي. وهبدأ اجيب اي مادة عازلة. يعني انا هجيب مثلا ده كريم انا استخدمته بتاع الشعر حطيته مثلا، او ممكن اجيب زيت من زيوت الاكل او زيت من زيوت الشعر، اي مادة عازلة على على الحاجة اللي عندي، علشان ايه اقدر ان انا اطلع منها الشكل اللي انا هعمله. المعلومة دي مهمة جدا يا جماعة. وخلي بالكوا طبعا ما استخدمش بلاستيك، علشان بلاستيك اكيد هيسيح معايا. هبدأ اعمل بقى اشكال عشوائية. يعني هعمل اشكال عشوائية من على الشكل اللي قدامي ده بالشمع زي ما انتوا شايفين كده. اي شكل، انا مش يعني انا مش بحددها. اعملي بقى اشكال بقى طالعة نازلة كده، مستقيمة، مدورة، شكل قوقعة كده، المتاح عندي هبدأ اعمله. وقربي طبعا المسافات، يعني اهم حاجة ان المسافات تكون قريبة، علشان ما يبقاش فيه فراغات كبيرة تتقطع مني، وغير كده وكده يعني ما تبقاش اما اجي احط فيها حاجة ما تقعش. بصوا بقى، هبدأ احاول ان انا ايه يعني اشدها منها بالراحة، بحيث ان هي الميزة بقى في المادة العازلة ان انا يعني يعني هتطلع منها بسهولة. هشيل الزيادة بتاعتي بقى زي ما انتوا شايفين كده. لو انا طبعا عايزه الونها او اعملها، او ممكن ارشها بالسبراي، او ممكن اعملها بالاكلادور، ايا كان بقى. انا اي الالوان المتاحه عندي هبدا استخدمها. انا فعلا حطيت فيها الاكلادور اللي كان عندي، لاني بستخدمه ساعات في الشغل بتاعي، وكان موجود، فده كان اللي لقيته حطه. طبعا أنا ممكن تستغليها في اي حاجه بقى، على على التسريحه، على المكتب، في اي مكان بقى. جبت بقى الشكل بتاع السيليكون عشان نشوف النتيجة عاملة ازاي بعد ما نشف. طبعا انا هسيبه شوية علشان كمان انا حاطة فيه كمية شمع كتيرة، فانا هبدأ استنى عليه شوية على ما ينشف. طبعا الزيادات زي ما انتم شايفينها كده موجودة في السيليكون، ما ت... يعني موجودة في في الاسطمبة بتاعتي، ما اتشالتش. ف... فطلع بس الشكل النهائي. طبعا طلع شكله ظريف جدا جدا، يمكن مش باين في في الصورة. هبدأ اشيل الزيادات بتاعتي آه، اللي موجودة، يعني بحيث يبقى شكله منظم شوية. بس يعني افكار سهلة خالص وبسيطة، وهبدأ استغلها بقى. عايزة اعمل بروش براحتي، عايزة اعمل مثلا سلسلة بطريقة معينة، المتاح ليا بقى زي ما انا عايزة. افكار سهلة وبسيطة، اتمنى هي تعجبكم. اتمنى الناس الجديدة اللي اول مرة تزور قناتي تعمل اشتراك على القناة او سبسكرايب، وما تنسوش ان انتوا تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. وشكرا ليكم.